النهارده بقى جايب لكم اخر واهم التحضيرات اللي هنبدا بيها الموسم. يعني مثلا هنتكلم في ايه الفرق الجامده اللي هتكسر الدنيا، وايه الفرق التعبانه اللي ما تجيبش منها اي لعيبه، وايه اللعيبه اللي ممكن تجيب لك فرق من اول اسبوع. استعد بقى عشان احنا هنغوص في التفاصيل ونشوف بقى كل المفاجآت والاصابات اللي حصلت في البري سيزون ونربطها بلعيبتنا في الفانتسي. فتعالى اما اقول لك تعالى. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس. كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. اول حاجه معانا الفرق اللي كانت مولعه الدنيا في البري سيزون. معايا 4 فرق كانوا مولعين الدنيا في البري سيزون، وهم كريستال بالاس وتشيلسي وبرايتون وفولهام. تخيل بقى في اول جوله تشيلسي ضد كريستال بالاس وبرايتون ضد فولهام، يعني دي مواجهات مباشره بين فرق جاهزه 100%. نيجي لكريستال بالاس. كريستال بالاس كسب ليفربول وخد منه الدرع، وده يعني ثقه ومعنويات في السماء. الفريق دفاعيا منظم وفي المرتدات خطر، مش عايز اقول لك. اكيد انتوا شفتوا الماتش. نيجي بقى لتشيلسي، فوز على ليفركوزن 2-0 وفوز على ميلان 4-1. يعني مش عايز اقول لك تشيلسي شكلها داخله الموسم ده هتولع الدنيا. بالمر لو بتعرف تجيبه عندك في التشكيله فده خيار رقم 1، مش عشان بيجيب ارقام، لا عشان هو ثابت اساسي، ده غير ان ملكيته عاليه. ديلاب سجل هدفين، والمدرب كمان ممكن يقلل دقايق نيتو، فبالتالي ديلاب فرصه كويسه قوي انك تجيبه. عندك انزو مثلا رجع من الاصابه ولعب ضد ميلان. كوكوريا برضو انا كنت مراهن على الواد ده من بدري ان هو هيبقى اساسي وان هو هيزيد هجوميا، وده طبعا بعد كويل ما اتصاب. نيجي بقى لبرايتون. عندك مثلا نيكوير ب 4.5 مليون. اللعيب ده سجل في ماتشات البري سيزون، بس المشكله بقى هنا ان المدرب قال ان هو لسه مش جاهز ومحتاج وقت. منتهى سجل هدفين، ويلبيك عمل سوبر هاتريك حتى لو ضد خصم ضعيف. ويلبيك معروف من السنه اللي فاتت هو بيعمل ايه بالظبط، مش محتاج اعرفك انا، مش محتاج اعرفك. نيجي بقى لفولهام. عندك مثلا ويلسون ب 5.5 مليون، واللاعب متالق وهيبدا الموسم ده اساسي. عندك مثلا كينج ب 4.5 مليون، وده خيار دكه كويس عشان هو ممكن يبدل برضه مع سميث رو. نروح بقى على الاربعه الكبار، استون فيلا وارسنال وليفربول والسيتي. الصوره بقى مش كلها ورديه. نيجي لاول حد معانا هو ارسنال. جيو كيريس شهيته مفتوحه وسجل اول هدف. جابرييل رجع من الاصابه، والفريق بقى بدا يظهر كويس لما الاساسيين لعبوا مع بعض. البري سيزون بتاعهم ما كانش احسن حاجه، بس اخر ماتش هو اللي كان مقنع شويه، وبالذات لما لعبوا مع بعض والفريق اكتمل. نيجي بقى لاستون فيلا، اللي انا شايف ان هم ما لعبوش قدام فريق صعب، فبالتالي مش هعرف احكم عليهم. ده غير ان روجرز سمع ان هو مصاب، بس واتكنز كان مولع الدنيا. نيجي بقى لليفربول، خيبوا امال جماهيرهم بعد ما الدرع راح منهم لكريستال بالاس، وحتى برضه قبلها ما كانوش مقنعين في الوديات. يعني اللعب كان هناك فردي شويه، كان اللعيبه الجديده هي اللي بدات تظهر وبدات تجيب اجوان، بس برضه انا شايف ان هم ما كانوش مقنعين. نيجي بقى لمان سيتي. عندك ريندرز 5.5 مليون، سجل هدفين في الوديه الوحيده اللي لعبها، والباقي كان قاعد دكه. نيجي بقى على عمنا هالاند، سجل هدف واحد، وده بالنسبه لمهاجم ب 14 مليون ولا اي حاجه خالص في الدنيا ولا الهوا. شيركي ومرموش لعبوا اساسيين، بس برضه جوارديولا بيقعد احتياطي كتير، فخلي بالك منه. رودري اتصاب تاني وجفاردول جاهز ان هو يلعب. نيجي بقى لباقي فرق الدوري. عندك مثلا نيوكاسل عملت بري سيزون ضعيف قوي ومش احسن حاجه، وميرفي هو الوحيد اللي كان ظاهر في الفرق. مايلي وده ب 4.5 مليون، وكان لاعب وسط وكان يعني مأدي شويه في الملعب. نيجي بقى لايزاك اللي ما شاركش عشان احنا مش عارفين هيروح ليفربول ولا هيروح فرقه ثانيه ولا يفضل في نيوكاسل، فاحنا لسه مش عارفين اي حاجه خالص عن ايزاك. ده بالنسبه للناس اللي راحت اشترت ايزاك. نيجي مثلا لتوتنهام، الدفاع بتاعها كويس جدا رغم انهم خسروا من البايرن، بس برضه دفاعهم كان كويس. في بقى فرق بصراحه انا شايفها لسه نايمه وما عرفوش ان الدوري جاي عليهم خلاص. عندك مثلا برونموس وايفرتون ونوتنجهام فورست. الفرق دي انا شايف ان هي لسه نايمه. يعني عندك مثلا ايفرتون موريس قلب نفسه، الفريق لسه مش جاهز، يعني ده المدرب وقال لك الفريق لسه مش جاهز. نوتنجهام فورست جابوا جون واحد في البري سيزون كله. ايه برونموس مثلا برضو كان دفاعها كارثي. الفرق دي لسه نايمه، حرفيا لسه نايمه. تعالى بقى بقول لك برضو على الاصابات المؤثره. عندك مثلا اصابات كتير قوي، يعني عندك مثلا ماديسون وكولويل وروجرز وميكيلينكو وكوليفرتو وروبرتسون وسولانكي وفودن. طبعا كل اللعيبه دي مصابه، وفي لعيبه ثانيه برده كمان مصابه، بس الوضع النهائي بتاع الاصابات ده هيتحدد في المؤتمرات الصحفيه. الخلاصه، البري سيزون ده مش ماتشات وديه، ده تحضير للموسم كامل هيبدا يوم 15 اغسطس. اللي مش جاهز دلوقتي ممكن يكلفك نقط كتير جدا في اول اسبوع. كل اللي انا عايزه منك تتابع الاصابات وتشوف الماتشات كويس، وتسيبك من الفرق اللي نايمه اللي قلت لك عليهم، وخلي اختياراتك مبنيه على اداء حقيقي مش على اسم لعيب بعينه. يعني مش مثلا هالاند ب 14 مليون فتروح تجيب هالاند، وهالاند ما جابش الا جون واحد بس في البري سيزون كله. فحاول تكون بتبص على اداء اللعيب مش على اسمه فقط لا غير. قولوا لي بقى في الكومنتات اكتر لعيب متحمسين ليه في الجوله الاولى، واعملوا لايك وسبسكرايب عشان الفيديو الجاي هقول لكم على التشكيله بتاعتي اللي انا اخترتها في الفانتسي. مستني برضه رايكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والشير. سلام.